كيف حالكم يا جماعة؟ اليوم نسوي تجارب مع تطبيق مرسول. أول تجربة نخش في العميق على طول يا جماعة. أرسلت الواحد في مرسول يجيني ياخذ بلفة على الحزام في محايل ويرجعني. بشوف إذا الفكرة هذه تنجح مع مرسول. خلونا نشوف. أنا الآن في الشارع وجدت سيارة مرسول، لكن للأسف ما يبغى تصوير نهائيا، لكني أنا بركب الآن ناخذ لفة مع مرسول ونرجع على بركة الله. لفة مع مرسول يا جماعة في محايل عسير. هذا الفيديو يوضح لكم قديش يعني مرسول فيه إمكانيات كثيرة، ما هو بس تطبيق توصيل من المطاعم، أيضا تقدر أنك تطلب أي شيء. أنا الحين طلبت أخذ لفة في محايل وأرجع مكاني. إحنا الآن على الحزام فرة. أنا مع واحد ما شاء الله تبارك الله، لما دخلت التطبيق لقيته موصل فوق 1000 وما أدري كم طلب، ما شاء الله تبارك الله. كيف وصلت لهذا الرقم؟ رقم كبير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله اشتغلنا أنا لي يمكن في مرسول تقريبا أكثر من 3 سنوات كبداية. ما شاء الله. يعني كانت البدايات صعبة شوي، لكن ولله الحمد الآن معظم يعني نفس محايل والقرى المجاورة لها حافظ يعني الأماكن والمواقع، بل برضه يعني يمكن بعض البيوت أوصل لهم أكثر من طلب وأحفظ المكان بدون ما أمشي على اللوكيشن. طيب يعني في شباب كثيرين عندهم سيارات جديدة وعاطلين، كيف ممكن الدخل اللي يجيهم من مرسول إذا الواحد اشتغل على الأقل 8 ساعات؟ ممكن تحدد رقم كويس؟ نعم صراحة التطبيقات هذه كويسة وممتازة جدا سواء للموظفين أو العاطلين، خصوصا العاطلين. أنا عندي الآن 3 تطبيقات، عندي مرسول، عندي هانجر ستيشن، عندي جاهز. اي والله الحمد لله. وفوق كذا أنا موظف حكومي ما شاء الله ومؤجز، والإجازة أستغلها في الأشياء هذه. والله إني معين خير الحمد لله، نحمد الله. يعني أنا نصيحة من العاطلين، لو بيشتغل 8 ساعات بإذن الله مضمون له أقل شيء في اليوم 200 ريال أو 300، بس لو يستمر ويصبر بس. طيب يمكن أكثر. البنزين غير محسوب؟ يتعبى؟ لو مثلا عبى بنزين، لو مثلا من السيارات اللي ما تصرف هذه الصغار ذي، بيفل لها تقريبا بحوالي 80 ما بيعدي 100. الصافي له ممكن تقريبا في اليوم 200 ريال، هذا أقل شيء. 200 ريال. نعم. شوفوا يا شباب، الرجال هنا خبرة 3 سنوات، موصل أكثر من تقريبا 1000 وكم طلب، يقول فيها خير كبير. اللي بيشتغل 8 ساعات ممكن 200، إذا ربي رزقهم ممكن يوصل 300. الشباب اللي عندهم سيارات لا تضيعون هذه الفرصة. وصلنا عند دوار النزهة، الحين نخش وسط البلد ونرجع على البيت. أحلى لفة يا أخوان مع تطبيق مرسول. يا حبايبي أنا وصلت بعد اللفة هذه الحلوة في محايل مع تطبيق مرسول. التجربة هذه ناجحة. الحين نروح على التجربة الثانية. التجربة رقم 2. بأطلب بنص ريال موية بس، بشوف هل يقدرون يوصلون المندوبين حقين مرسول أو لا. أنا دخلت التطبيق، دخلت خانة اطلب أي شيء وكتبت أبغى بنص ريال موية بس. وصل مرسول، طلبت بنص ريال موية وذا الحين باخذ الطلب. السلام عليكم. السلام. ما انت طالع في الصورة طبعا. هذا هو الطلب بنص ريال موية. يعني عن طريق تطبيق مرسول تقدر تطلب أي شيء إن شاء الله، شيء ما يخطر على بالك بنص ريال موية. هذه الموية اللي طلبتها من مرسول يا جماعة، هذا مو تبذير، هذه فكرة عشان أوصل لك أن التطبيق يعني تقدر تسوي فيه أي شيء. أنا أخذت موية بنص، بسم الله، جميلة، أغلى موية قد شربتها. المرسول ب23 والموية بنص، كلها يمكن 24 ريال. موية بنص ب24 ريال. ننتقل للتجربة اللي بعدها.
السيارة ما تبغى تشتغل. خلينا نشوف ايش فيها. شكلها البطارية يبغى لها شحن. بأطلب اشتراك عن طريق تطبيق مرسول، شوف الخدمة هذه متوفرة أو لا. تابعوا معي. بدخل تطبيق مرسول، بدخل خانة اطلب أي شيء وأطلب أبغى اشتراك لسيارتي. أنا متعطل عند بندة في محاي العسير. بشوف. يا سلام، هذه خدمة التطبيقات ولا أجمل يا جماعة. راحة من جميع الجوانب يا جماعة. سيارتك تعطلة في أي مكان، أي خدمة تبغاها مرسول. صراحة تطبيق جبار. نجحت التجربة يا جماعة. جاء واحد من مرسول وركب لي الاشتراك وشحن السيارة واشتغلت ولله الحمد بعد ما كانت متعطلة. نتيجة هذه التجربة يعني إذا بطاريتك انتهت تقدر انك تتواصل عن طريق مرسول ويجيك شخص ويشحن لك البطارية. فكرة جميلة. يا ما قد تعبنا علشان نحصل واحد عنده اشتراك وما لقينا، او تخليها لليوم الثاني علشان محلات مقفلة. الحين عن طريق مرسول تشحن سيارتك وترتاح. ترى انا مرة مصدوم، لا تحسبون اني عارف مثلكم. اول مرة اعرف ان مرسول في الخدمات هذه. تطلب اي شيء طلبته بنص ريال موية، واحد يجي يشحن لك السيارة. ايش هذا؟ ترى انا والله مصدوم. خلاصة التجربة، والله تجربة انا مصدوم منها. انا من زمان ما استخدم التطبيقات، قلت لازم اني افصفص التطبيقات هذه فصفصة علشان اشوف ايش الخدمات اللي تقدر تخدمني. فجربت اليوم مرسول. انا مصدوم يا جماعة. خدت فرة مع واحد ورجعني. طلبت بنص ريال موية كذا، طلب اي شيء، طلب غريب. البطارية حقت السيارة انتهت، طلبت اشتراك، جاني واحد وسوى اشتراك. ايش هذا؟ مرسول يا جماعة. ابدع صراحة. الله يعطيكم العافية. كل اللي اطلبه منكم اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان نستمر. معكم ابو طارق، باذن الله راح نستمر في المقاطع الجميلة مثل هذه. الله يعطيكم العافية. صندوق الوصف في روابط حساباتنا. تابعوا الحلقة الجاية.